لو بتفكر تجدد ديكور بيتك وتبدأ تصميم جديد، في قاعدة بسيطة وفعالة هتساعدك إنك توزع الألوان بشكل متناسق ومتناغم. والقاعدة دي هي لايت ميديوم دارك، والقاعدة دي بتعتمد على إنك تقسم الألوان في المساحة على 3 مستويات. في الأول بتبدأ باللون الفاتح، وبعدين المتوسط، وبعدين بتنتهي باللون الغامق. في البداية الحوائط لازم تبقى بألوان فاتحة زي الأبيض أو الأوف وايت. الألوان دي مش بس بتحسسك بالاتساع، هي كمان بتخلق أجواء هادية ومريحة لأي ديكور. وبعد كده الأساس بيبقى بلون متوسط زي الرمادي أو البيج. الألوان المتوسطة دي بتدي دفء للمكان وبتربط بين الحوائط والإكسسوارات. وأخيرا هنيجي للمرحلة الثالثة، إن احنا نستخدم الألوان الغامقة زي الترابيزات أو الكراسي. بتكون دايما بالاسود او الكحلي او النبيتي او الزيتي، والالوان الغامقه دي بتدي عمق وشخصيه للمكان وبتخلق توازن بصري جذاب. الالوان الغامقه دي بتدي دفء وعمق للمكان وبتخلق توازن بصري جذاب. ولما بتطبق القاعده دي بشكل صحيح هتلاقي ان الديكور بيطلع بشكل متناغم ومريح للعين، وكمان بيعكس ذوقك الخاص بيك بشكل انيق.